بيبدأ الفيلم مع صرصار اسمه جيميني، وبيتمشى في الشارع في قرية صغيرة غريبة بالليل، وبيدور على مكان يتدفى فيه لحد ما بيلاقي بيت عليه يافطة باسم مستر جيبيتو، واللي بيشتغل نحات وصانع تحف وساعات من الخشب ومخلفات القمامة. وبيفرح جيميني أول ما بيشوف كلمة مخلفات قمامة، وقال لنفسه هو ده المكان المناسب اللي يعيش فيه. وبيدخل الصرصار بيت جيبيتو، وبيلاقي عدد كبير من الساعات المتعلقة على الحيطة واللي شكلها جميل جدا. وبعدها جيميني بيشوف مستر جيبيتو قاعد بيشتغل، واللي بيكون راجل عجوز ووحيد، وبيصنع دمية خشبية وهو بيغني. وبيقول إنه كان بيتمنى إنه يشوف ابنه تاني، وبيكلم نفسه ويقول إنه مفتقد ابنه اللي كان مالي عليه دنيته هو ومراته، وإن نفسه إنهم يرجعوا ويرقص ويغني معاهم تاني زي ما كانوا. وواضح إن مستر جيبيتو بيعاني من الوحدة بسبب فقدانه لابنه ومراته، وبيتكلم طول الوقت مع القط فيجارو وسمكته كليو، وبياخد رأيهم في الدمية الخشبية اللي بيعملها. وبعدها بيجي شخص يخبط على الباب، وبيحاول يقنع مستر جيبيتو إن يبيع له الساعة اللي فيها تمساح راقص وهيديله الفلوس اللي يقول عليها. لكن جيبيتو بيرفض تماما، وبيقول له إن ساعاته أغلى حاجة عنده، وإنها خلاصة إبداعاته وأفكاره، وإنها لا تقدر بتمن. والزبون بيستغرب من السبب اللي مخليه مش عايز يبيع الساعات مع إن عنده محل مخصوص لبيع الساعات، وبيسيبه يمشي. وجيبيتو بيتكلم مع نفسه وبيقول إنه ما يقدرش يفرط في الساعات اللي مراته كانت بتحبها، لأنها بقت بالنسبة له جزء منها. بعدها بيكون خلص الدمية وسعيد بيها، وفضل يتكلم معاها بسعادة، وسمى الدمية بينوكيو. وبياخد بينوكيو وفضل يلعب ويغني مع القط فيجارو. وفجأة القط بيشاور له على الساعات، وجيبيتو بص في الساعة وقربت من 12 بالليل، وبتكون دي ليلة راس السنة. وفعلا كل الساعات بدأت تدق كلها مع بعض لمدة دقيقة. وبيلبس هدوم النوم وبيجهز سريره وبيودع بينوكيو، وبيقفل النور ويفتح الشباك، وبيبص على السماء وهو بيتكلم مع فيجارو، وبيقول له إن الجو صافي والسماء جميلة. وفجأة بيعدي قدامه نجم لامع وسط السماء، فبيفرح جدا لأنه نجم الأمنيات، وإنه المفروض دلوقتي يتمنى أمنية. وبيفكر في الأمنية في سره، وبعدها بيطفي الشمعة وبينام وهو بيتمنى إن أمنيته تتحقق. وكل ده وصرصار جيميني مراقبه وحاسس بوحدته وحزنه، وبيختار لنفسه مكان ينام فيه هو كمان. لكن فجأة بيخرج شعاع قوي من النجم اللي بيلمع في السماء، وبيدخل من الشباك ناحية الصورة اللي في البرواز، وبعدها بينعكس على الدمية بينوكيو. وفجأة بينوكيو بقى بيتحرك، وجيميني بيكون شايف اللي بيحصل وبينط من مكانه، وبيقف قدام بينوكيو وهو منبهر ومندهش انه بيتحرك. وبينوكيو بيردد وراه كل كلامه، وجيميني اتفاجئ انه بيتكلم. وفجأة نار الدفاية بقى لونها أزرق، وكل الإضاءة في البيت نورت أزرق، وبيدخل ضوء جميل من الشباك، وبتظهر الجنية الزرقاء اللي بتحقق الأمنيات. وبتتكلم الجنية مع بينوكيو وبتقول له إن مستر جيبيتو اتمنى أمنية، وهي إن بينوكيو يكون ولد حقيقي. فبيقول لها جيميني إن جيبيتو يعتبر والد بينوكيو، وهو اللي صنعه من خشب الصنوبر، وأكيد دي كانت أمنيته لما شاف نجم الأمنيات. لكن الجنية بتلاقي إن بينوكيو بيردد كل كلامهم، فبتشاور عليه بالعصاية السحرية وبتخليه قادر يتمشى ويتكلم بشكل طبيعي. لكن بيفضل دمية خشب زي ما هو، وبيطلب منها بينوكيو إنه يكون إنسان حقيقي علشان دي الحاجة اللي هتسعد أبوه وتخليه فخور بيه. فبتقوله الجنية إنه عشان يكون إنسان حقيقي لازم الأول يثبت إنه شخص صادق وشجاع ومش أناني، وساعتها بس هيقدر يكون إنسان حقيقي. فبيسألها بينوكيو إزاي الإنسان ممكن يحقق الثلاث صفات دول، فبتقوله الجنية من خلال ضميره، وضميره يقدر يخليه يميز بين الصح والغلط. وبينوكيو بيكون مش فاهم يعني إيه معنى الضمير، فبتطلب الجنية من جيميني إنه يكون هو ضمير بينوكيو بشكل مؤقت لحد ما يكون قادر على التمييز بين الصح والغلط. لكن جيميني بيرفض وبيقول لها إنه مشغول. فبتستغرب الجنية وبتقول له إنها مش شايفة قدامها غير حشرة مشردة ومش لاقية مكان تقعد فيه، وإنه ما بيعملش أي حاجة في حياته غير إنه بيتنقل من مكان لمكان بدون هدف. وجيميني بعد كلامها بيوافق يكون ضمير بينوكيو، وبيقرر إنه فعلا لازم يكون عنده هدف في الحياة. وبتفرح الجنية جدا وبتودعهم وبتمشي. وفجأة مستر جيبيتو بيسمع صوت وبيقوم مفزوع، وبيفضل يسأل السمكة كليو والقط فيجارو لو سمعوا أي أصوات زيه. وبعدها بيسأل بينوكيو وهو عارف إن مفيش حد من التلاتة هيرد عليه. لكن فجأة بيرد بينوكيو عليه وبيناديله وبيقول له بابا. فبيتخض مستر جيبيتو جدا وما بيكونش مصدق عينيه وبيقع من طوله. وبعد شوية بيستوعب إن أمنيته اتحققت وإن بينوكيو بقى شبه حقيقي قادر يمشي ويتكلم. وجيبيتو بيفرح جدا وبيقول إنه أخيرا بقى عنده عيلة ودي أسعد لحظات حياته. وبيرقص وبيغني مع بينوكيو وبيعلمه حاجات كتير وبيعامله كأنه طفل حقيقي وبيحس إن حياته اتغيرت.
وبتعدي الأيام ومستر جيبتو وبينوكيو عايشين بسعادة. وفي يوم بيقرر جيبتو إنه يودي بينوكيو للمدرسة علشان يتعلم أكتر ويفهم كل حاجة حواليه. وبيصحوا أول يوم للمدرسة ومستر جيبتو بيودع بينوكيو اللي بيكون متحمس جدا إنه يشوف العالم الخارجي. وجيبتو قال لبينوكيو إنه لو تاه أو نسي الطريق يفتكر إن بيتهم قريب من النافورة. وبيمشي بينوكيو بتكون في حمامة اسمها صوفيا متعودة إن جيبتو بيديها أكل. ولما بيدخل البيت بيصحى جيميني فجأة وبيفتكر إن النهاردة أول يوم مدرسة وإنه المفروض يكون مع بينوكيو في كل مكان. فبيلبس بسرعة وبيخرج من الباب وفجأة بيلاقي الحمامة صوفيا قدامه وبيخاف منها لأنه افتكرها هتاكله. لكن صوفيا بتقول له إنها مش بتحب تاكل حشرات. فبيشكرها جيميني وبيطلب منها توصله للمدرسة، وده لأنه بيشتغل ضمير بينوكيو المؤقت وراحت عليه نومة. وبتوافق الحمامة توصله وبتشيله وبتطير بعيد. بعدها بيظهر ثعلب وقط في شارع جانبي وبيشوفوا إعلان لفرقة عرايس وسيرك اسمها سترومبولي ومكتوب إنها هتيجي المدينة النهاردة. وفي الشارع بيكون بينوكيو متحمس وعاوز يستكشف ويتعرف على كل حاجة حواليه. وبيشوفوه الثعلب والقط بينبهروا أول ما بيشوفوا ولد خشبي بيتحرك ويتكلم من غير حبال تحركه. وبيقولوا إنهم ممكن يعملوا ثروة كبيرة بسببه. وبيقرروا إنهم يخطفوه ويبيعوه لصاحب السيرك اللي هيفرح جدا أول ما يشوفه. وبيفضلوا ماشيين وراه طول الطريق والثعلب بيوقفه وبيسأله هو رايح فين. فبيقول له بينوكيو إنه رايح المدرسة علشان يتعلم ويخلي والده فخور بيه. لكن الثعلب بيقول له إنه ممكن يكون شخصية مشهورة وكل الناس تعجب بيه ووالده هيكون فخور بشهرته. لكن بينوكيو بيقول لهم إن أبوه عاوزه يروح المدرسة علشان يبقى ولد حقيقي. لكن الثعلب بيقول له مستحيل يكون شخص حقيقي من غير ما يكون مشهور، وده لأنه من غير شهرة هيكون طفل نكرة ومحدش هيعرفه. أما لو كان مشهور فالناس كلها هتعرفه وساعتها بس هيكون حقيقي ووالده هيكون فخور بيه. وبيوافق بينوكيو وبيمشي معاهم. وفي الوقت ده بيوصل جيميني لمكان بينوكيو وبيشوفه ماشي في الشارع وبيخلي صوفيا تنزله هناك وبينزل بالشمسية فوق برنيطة الثعلب. والقط اللي معاه بيشوفه وبيطلع شاكوش كبير وبيحاول يضرب جيميني وبيخلي الثعلب يغمى عليه. وبيطير الصرصار فوق دماغ القط والقط بيضرب نفسه وبيغمى عليه هو كمان. بعدها جيميني نصح بينوكيو إنه ما يستسلمش للإغراءات وما يهتمش بالشهرة قبل ما يتعلم ويكتسب الخبرة، وإن الثعلب والقط دول أشرار ومش صادقين وبيضحكوا عليه وهيبعدوه عن والده. لكن بينوكيو بيقول له إن الثعلب قال على نفسه إنه شخص صادق، لكن جيميني قال له إن اللي بيوصف نفسه كتير إنه صادق بيكون عكس اللي بيقوله ومش المفروض يثق في أي حد. فبيستغرب بينوكيو وبيقول له إنه بكده المفروض ما يثقش فيه هو كمان. فبيقول له جيميني الجنية الزرقاء عينته إنه يكون ضميره وعشان كده المفروض ما يثقش في حد غيره. فبيقتنع بينوكيو بكلامه وبيهرب من الأشرار وبيروح المدرسة. وهناك بيودعه جيميني وبيطلب منه يسمع كلام المدرسين. وبيدخل بينوكيو المدرسة، لكن بعد دقيقة واحدة بيطردوا المدرس بتاعه بره المدرسة وبيقول له إن اللي بيدرس في المدرسة هم الأطفال الحقيقيين بس، أما العرايس الخشبية فمكانهم في مسرح العرايس. وبينهار بينوكيو. وقبل ما جيميني يروح يعرف إيه اللي حصل فجأة بيهجم عليهم الأشرار وبيحبسوا جيميني في برطمان إزاز وبيسيبوه في الشارع. وبيروح الثعلب لبينوكيو وبيستغل الموقف وبيقنعه إن مكانه في مسرح العرايس مش في المدرسة، لأنه مش طفل حقيقي لكنه هيكون عبقري في رسم الابتسامة على وش الناس. وبيوافق بينوكيو وبيروح معاهم للسيرك. وجيميني بيصرخ عليه إنه ما يسمعش كلامهم لكن محدش بيسمعه. وبتكون الساعة وصلت 5 ومستر جيبتو قلقان عليه وقال إنه أكيد تاه عن الطريق وضاع، وأخد القط والسمكة وخرج يدور عليه. بعدها بيبدأ العرض ومدير المسرح بيقدم بينوكيو للجمهور على إنه العروسة الوحيدة في العالم اللي بتتحرك بدون خيوط. وبتيجي فابيانا محركة العرايس وبتتكلم مع بينوكيو وبتقول له إنه حظه وحش جدا إنه اشتغل هنا، وبتربطه بالحبال بشكل مش حقيقي. وبيلاحظ بينوكيو إن رجلها مش بتتحرك ومركبة جهاز. وفجأة الستارة بتتفتح وبيظهر بينوكيو للجمهور وهو بيرقص وبيغني، لكن فجأة بيقع في الأرض وبتدخل مناخيره في خشب المسرح والجمهور بيضحك ويتريق عليه. وبيسمع بينوكيو صاحب السيرك وهو بيقول إنه ولد خشب غبي. بعدها بيقوم بينوكيو بيكمل العرض وبيرقص بحماس لدرجة إن الخشب ولع من شدة الحركة والناس كلها بتسقف له وبترمي له فلوس كتير. وبعد شوية بينتهي العرض وبيدخل بينوكيو لمكانه في عربية السيرك، وفجأة بيشوف فابيانا وهي بترقص وبتغني وبيظهر إن نفسها كانت تكون راقصة باليه. وبيتفرج بينوكيو وهو مبهور. ولما بتشوف بينوكيو بتحرك العروسة بتاعتها وبينوكيو بيرقص معاها، لكن فجأة بيظهر صاحب السيرك وبيبعد بينوكيو عن فابيانا وبيحبسه في قفص.
وبيقولوا إنهم هيغادروا القرية بعد ساعة. وبينهار بينوكيو وبيفضل ينادي على أبوه، وصاحب السيرك سخر منه وقال له إن الآباء عايزين ولد حقيقي مش طفل خشب. بعدها عربيات السيرك بتتحرك وبتغادر القرية، وفابيانا بتبص على بينوكيو من فتحة السقف وبتوعده إنها هتساعده. وصاحب السيرك لما بيسمعه وهو بيتكلم بيقفل الفتحة بالترباس وبيمشي، وبيسيب بينوكيو محبوس في مكانه. وفي الوقت ده بيبقى جيميني لسه محبوس في البرطمان الإزاز، لكن فجأة بتعدي من قدامه عربية السيرك، وبيشوف بينوكيو وهو محبوس قدامه في قفص الطيور، وبيحاول يخرج من الإزازة لكنه مش بيقدر يخرج. وقبل ما يفقد الأمل بتخبطه طوبة وبيتحرك البرطمان الإزاز، وبيقدر جيميني يخرج أخيرا. وبينط بسرعة للعربية وبيوصل لبينوكيو وبيقول له إن اللي بيحصل ده نتيجة أفعاله، وده لأنه عايز يكون مشهور وفاكر إن ده اللي هيخليه ولد حقيقي. لكن بينوكيو بيقول له إنه مش عايز يكون مشهور ولا حاجة. وفجأة بتطول مناخيره، وبعدها بيقول له إنه ما كانش مبسوط والناس بتسقف له وبتضحك عليه، وبتطول مناخيره أكتر. فبيقول له جيميني إن سبب إن مناخيره بتطول هو إنه بيكذب، وإن ده سحر من الجنية الزرقاء علشان ما يكذبش أبدا. لكن بيلاحظ بينوكيو إن مناخيره اللي بيكون جيميني واقف عليها بتقرب أكتر من المفتاح، فبيكذب أكتر وهو متعمد، وبيقدر جيميني ياخد المفتاح. وبيرجع بينوكيو يقول الصدق مرة تانية، وبترجع مناخيره لوضعها الطبيعي، وبيقدر يفتح القفص ويخرج منه. وبيهرب مع جيميني من العربية وبيجروا وسط الشوارع، لكن فجأة بتيجي عربية بحصان تخبطهم هما الاتنين، وبيطير جيميني وبينوكيو عليها. وبيلاقي بينوكيو نفسه راكب جنب السواق وطفل تاني، ووراهم مجموعة كبيرة جدا من الأطفال. فبيسأل بينوكيو الطفل اللي جنبه عن المكان اللي هيروحوه، فبيقول له الطفل إنهم رايحين أرض المتعة، واللي بتكون مكان خالي من القواعد والقوانين والآباء والأمهات، وإنهم هناك ممكن يعملوا كل اللي هم عايزينه من غير ما حد يقول لهم ده صح وده غلط. وبيوصل لأرض المتعة مع باقي الأطفال، وبيقع جيميني من العربية وما بيقدرش يوصل لبينوكيو تاني. وبيدخل بينوكيو لأرض المتعة واللي بيكون فيها كل أنواع الألعاب اللي أي طفل يتمناها. وبيركب بينوكيو المركب مع واحد من الأطفال، وبيعدي من النهر ما بين ألعاب كتير، وبتبقى كل لعبة خاصة بصفة سيئة كل الآباء والأمهات والمجتمع مش بيحبوها وبيرفضوها، زي لعبة الكذب والغش والفشل، أو لعبة التكسير وتحطيم الساعات. وبيقول لنفسه إنه حاسس إن والده مش هيكون فخور بيه لو شافه بيعمل كده. في الوقت ده جيبيتو بيبقى بيدور على بينوكيو وهو قلقان جدا، وبيحس بالذنب في إنه كان هو السبب اللي خلاه يبعد عنه. وبيفضل يدور عليه في كل شوارع القرية مع أصدقائه القط والسمكة. وفجأة بتيجي الحمامة صوفيا وبتدي لجيبيتو إعلان عن أرض المتعة، وبيعرف إن بينوكيو هناك، وبيقرر إنه يسافر لهناك. وبنرجع لبينوكيو اللي بيكون بيلعب مع واحد من الأطفال بلياردو. وفي نفس الوقت بيوصل جيميني لأرض المتعة، لكن فجأة بيلاقي قدامه وحوش ضخمة سودة ولها دخان، وبتهجم على كل الحمير اللي في الجزيرة. فبيهرب جيميني بسرعة منهم وبيدور على بينوكيو لحد ما بيلاقيه بيلعب بلياردو، لكن الطفل التاني بيشوفه وبيضربه بالعصاية. فبيقع جيميني في ماسورة الصرف، وفجأة بيلاقي نفسه وسط مكان مليان بالحمير، والوحوش السوداء بتحبسها في أقفاص حديد وبيحطوهم في سفينة. وبيشوف جيميني الوحوش الضخمة، وبيظهر إن في شخص شرير بيخطف الحمير ويبيعها. وفجأة بيشوف جيميني صاروخ من صواريخ الألعاب النارية، فبيستخدمها علشان يطلع بيها لماسورة الصرف تاني ويوصل لبينوكيو. وفي الوقت ده بيكون بينوكيو بيتناقش مع صديقه في إن اللي بيعمله غش، وده لأنه بيوتر اللاعب اللي قدامه علشان يشتته ويقدر يكسر تركيزه. لكن الطفل بيحاول يقنعه إن الناس الحقيقية بتعمل كده برضه، وإنه لازم يتعلم الغش علشان يبقى ولد حقيقي زي ما بيتمنى. لكن فجأة بيظهر للطفل ودان وديل حمار، وفضل يترجى بينوكيو يساعده لحد ما تحول لحمار بالكامل، وفضل يكسر في المكان. وبعدها بيقدر جيميني يخرج أخيرا من فتحة الصرف، وفجأة بيشوف بينوكيو واللي بيظهر له هو كمان ودان وديل، وبيقول له جيميني إنهم لازم يهربوا من المكان في أسرع وقت. وبينطوا في البحر وجيميني بيعلموا السباحة، وبيوصلوا لمدينتهم من تاني، وبيرجعوا أخيرا البيت. لكن بيكتشفوا إن مستر جيبيتو مش موجود، وبيبصوا بينوكيو من الشباك بتاع البيت وما بيلاقيش أي ساعة من ساعات والده. وبتيجي الحمامة صوفيا وبتقول له إن والده باع كل الساعات علشان يقدر يشتري مركب ويسافر لجزيرة المتعة ويدور عليك. فبيتصدم بينوكيو لما بيعرف إن والده باع كل ساعاته الغالية علشان بس يدور عليه، وبيروح عند الشط علشان يلحقه. لكن فجأة بيشوف عربية السيرك قدامه، فبيستخبى بينوكيو بسرعة تحت الجسر، لكنه بيلاقي قدامه فابيانا وبتكلمه من خلال عروستها المفضلة سابينا، وبتقول له إن صاحب السيرك اتقبض عليه بتهمة السرقة ودخل السجن، وإنها بقت صاحبة السيرك، وبتطلب منه ينضم ليها.
وبيفرح بنوكيو جدا، لكنه بيقول لها انه مش هيقدر يكون معاها لانه لازم يدور على والده ويلاقيه. وفجأة بتختفي ودانه وديله، وبيعرف انه اخذ القرار الصح، وبتودعه وبتقول له انها هتستناه يشتغل معاها السنة الجاية. وبنوكيو بدأ رحلته في البحث عن والده، وبينط في البحر، وبيقدر انه يعوم بسرعة برجليه الخشب، وبتساعده صوفيا انه يكون اسرع. وبيفضل بنوكيو يدور على والده وسط البحر، وفجأة بيلاقي مركب والده وبينادي عليه، وبيفرح مستر جيبيتو جدا وبيعوم بالمركب ناحية بنوكيو. لكن فجأة بيظهر وحش البحر العملاق وبيبلع مركب مستر جيبيتو وكمان بنوكيو، وبيتقابلوا في بطن وحش البحر، وبيحضن بنوكيو والده وبيعتذر له على كل المشاكل اللي عملها، وبيسامحوا مستر جيبيتو وبيقول له انهم لازم يخرجوا من بطن الوحش. وبتيجي لبنوكيو فكرة، وبياخد القارب وبيحك رجليه في بعض لحد ما بيقدر يعمل شعلة نار في بطن الوحش. فبيفتح الوحش بطنه بعد ما بيحس بالحرارة، وبيقدر بنوكيو وجيبيتو يخرجوا أخيرا من بطنه، لكن الوحش بيفضل يجري وراهم. فبيعوم بنوكيو بأقصى سرعته بالمركب مع والده، وبيوصلوا للجزيرة على آخر لحظة قبل ما الوحش يبلعهم. لكن مستر جيبيتو بيغمى عليه ومش بيتحرك، وبيظهر إنه مات. وبينهار بنوكيو وهو بيطلب من والده ما يموتش، وبيوعده يكون طفل حقيقي. وبيفوق مستر جيبيتو وبيحضن بنوكيو، وبيقول له إنه عارف إنه خلاه يحس إنه مش الشخص اللي بيتمناه من الأول، وكان دايما مستني منه يكون حد غير نفسه ويكون طفل حقيقي، لكنه دلوقتي متقبله زي ما هو ومش عايز يغير فيه أي حاجة لأنه بيحبه مهما حصل. وبيشكر بنوكيو والده، وبكده يبقى بنوكيو قدر يكون صادق وشجاع ومش أناني زي ما وعد الجنية، وبيحس إنه أصبح ولد حقيقي من جوه قلبه، وبيرجع مع أبوه للبيت. ودي نهاية الفيلم، وأشوفكم في تلخيصة جديدة، وشكرا للمشاهدة.